السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخواتي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نص رجب، وكل عام وانتم بألف خير وبصحة وسعادة. بحبكم كلكم في الله. يا رب كده، يا رب كل اللي نفسه في حاجة ربنا بيدعي ربنا النهارده وطول شهر رجب ربنا يديها له يا رب. كل اللي اي حد محتاج اي حاجة، فك كرب او قضاء دين او زواج اولاد او شراء بيت او اي امنية بيطلبها من الله سبحانه وتعالى ربنا يحققها له ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن 10 عادات تخليكي باذن الله تعالى تبقي داخله على شهر رمضان وانت في قمه السعاده، وانت في قمه الراحه النفسيه، وانت ما تبقيش مضغوطه، ما تبقيش تعبانه. من كله هنتكلم، من كل حاجه، من ناحيه الماده ومن ناحيه الصحه ومن ناحيه ازاي يكون عندنا استعداد وتأهب نفسي لاستقبال شهر رمضان. وهنبدأه فعلا واحنا بدأناه من اول رجب ان شاء الله. تمام. يمكن اللي أهل نفسه من اول رجب خلاص هو كده بدأ يستعد ان شاء الله. الاستعداد اللي هو اكننا رمضان بكرة، فدي بتهيئ المخ والجسم والحياة كلها تهيئة حلوة قوي ومريحة للنفس، وكمان تبقى انت مرتاحة في كل طلبات البيت. كملوا معايا بس الفيديو الاخر، وان شاء الله ما تنسوش اهم حاجه اللايك والاشتراك، واهم حاجه شير لاخواتنا وحبيبنا عشان الكل يستفاد. وكمان ما تنسوش دعوه حلوه منكم لمعزه، وصلوا على حبيبنا قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اول حاجه هنبدا نعملها ازاي نهيئ نفسنا وجسمنا ومخنا كمان وعقلنا، ان احنا هنبتدي نقبل على قراءه القران الكريم. تمام. اللي أهل نفسه من أول رجب، انتوا كنتوا معايا من قبل رجب، اللي أهل نفسه كانت الخطوة سهلة وخلاص الواحد يتعود على ان هو عمل كل يوم ورد ليه. طبعا انتوا عارفين ان احنا في الشتاء، وبعد ما بنخلص حاجتنا نبدأ ان احنا نمسك القرآن الكريم ونفتحه كده ونبدأ. اللي عاوز يبدأ من أوله يبدأ خير وبركة، اللي عاوز يختم يتعود ان هو يختم القرآن من هنا لغاية شهر شعبان أو لغاية شهر رمضان براحتكم خالص. اللي بيتعود ان هو يقرأ ورد قرآني من غير ما يختم القرآن خير وبركة. مش هنقول ايه ده جميل جدا مجرد ان احنا بنفتح القرآن سبحانه وتعالى ونقرأ منه ورد، ده في حد ذاته بيعمل لهالتنا كده طاقة كده وحماية من كل والعياذ بالله وسوسة الشياطين واي حاجة تأذينا او تخلينا نرجع عن الطريق اللي احنا سالكين. تمام. يبقى اول حاجة قراءة القرآن الكريم، تجعلي ورد القرآن الكريم ان شاء الله صفحة، والله العظيم ان شاء الله صفحة اقرأيها بتدبر. قدرتي تقري صفحتين ازيد خير وبركه، ده كل ده خير ليكي ومصلحه ليكي وخير لحياتك وبركه لولادك وبركه لحياتك كلها. وان شاء الله بالقران الكريم هتحل بصوا 90% من مشاكلنا. تاني حاجه هنعملها ان احنا نلتزم باداء الفرائض الخمس في اوقاتها. ليه؟ لان احنا في الشتاء وسقعانين وكمشانين، لما الاذان بيأذن بنكسل نقوم نتوضى ونسعى، نقول هنسعى احنا قاعدين دافيانين. لا، التكاسل من الشيطان. فانتوا استعينوا بالله ان شاء الله على كل قضاء حوائجكم. ان شاء الله هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى بيعينكم، ودايما تطلبوا من العون من الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر ان ربنا يعينك ان شاء الله على اداء العبادات في اوقاتها، لان ده خير كتير قوي ليكي. تالت حاجة اهم حاجة ان احنا نركز على صلاة الفجر يا جماعة. صلاة الفجر دي بتعمل معجزات، بتصنع المعجزات والله العظيم. اول حاجة اليوم اللي انت بتصلي فيه الفجر بتحسي بنشاط وقوة غريبة جدا في جسمك، زي ما يكون ربنا اداكي كده ايه، طاقة الهية من عند ربنا سبحانه وتعالى وبعتها في جسمك، وبتقومي تعملي تنجزي مليون عمل. تمام. انت بتلاحظيها، يمكن الست كتير قوي اللي معايا في القناة ملاحظين ان هم اما بيصلوا صلاه الفجر بيقوموا، حتى هم قالوا لي احنا بنقوم ننجز مهمات كتير اكتر من اليوم اللي احنا بتروح علينا صلاه الفجر فيه. تاني حاجه الرزق بيزيد. تالت حاجه ان ربنا بيستجاب فيها الدعاء، لان قران الفجر مشهوده سبحان الله وتعالى. دعاء الفجر مستجاب، وبعد ما بتصلي الفجر ان شاء الله على طول بتقعدي تدعي كده ربنا بيستجاب دعاكي بكل اللي انت بتتمنيه. رابع حاجه بقى، بعد صلاه الفجر على طول اقرأي سوره ياسين وسوره الواقعه. الاتنين دول اقرأوهم ان شاء الله هتلاقوا باي نية انتوا عايزينها، هتلاقوا تبصوا تلاقوا الفرج جايلكوا. لو في ضيق في المعيشة، في ضيق في الرزق، هتلاقي الرزق جالكوا، هتلاقوا الفرج جالكوا، هتلاقي الدعاء استجاب، هتلاقي بركة في بيتك، في ولادك، في حياتك، في مالك، في كل، في عبادتك، حتى في وقتك هتلاقي بركة عجيبة في اليوم.
بمجرد ان انت بعد ما تصلي صلاه الفجر بتقراي سوره الياسين وسوره الواقعه. خامس حاجه هنعملها بقى ان احنا ما نفضلش قاعدين ال 24 ساعه على التليفون او السوشيال ميديا. لو انت بتقعدي ساعتين 3 او ساعه، هي كفايه نص ساعه واحده بس. ليه؟ اول حاجه هتنجزي المصاريف اللي انت بتفتحي بيها الباقات دي، بتبقى هي بتهدر فلوسك. ده برضو بيحسسنا بضيق في الجزء اللي انت هتوفريه، هتروحي تشتري بيه طلبات البيت. ايه هي طلبات البيت اللي احنا هنقولها ديت؟ دي مهمة جدا ومن اساسيات شهر رمضان الكريم. تمام. هنشتري زيت، اول حاجة هنشتري زيت، هنشتري سكر، هنشتري رز، هنشتري دقيق، هنشتري خل. 5 حاجات دول ما تسيبهمش من بيتك على قد ما تقدر. كل ما بدل ما تشحني كل يوم كارت او باقة على حسب ما انت متعودة، الباقة اللي انت قولي مش هعملها النهاردة، يعني استغني عنها النهاردة وما تخشيش اعملي حاجات في بيتك. تمام. هتلاقي اليوم عدى كده حلو. خدي حق الباقة دي وروحي هاتي منها ازازتين زيت او ازازة زيت كبيرة مع ازازتين خل مع كيلو رز مع كيلو دقيق. هتبصي تلاقي مرة على مرة على مرة الخير بقى معاكي كتير جدا، وبيتك اتملى خير، وكمان هيوفر لك الايام اللي جايه. يبقى انت كده هتدخري فلوس بتشيليها. تمام. احنا كده اللي وفرناه جبنا بيه حاجات لاساسيات البيت، وده برضو رمضان عايز حاجات كتير قد كده. طبعا انتوا عارفين ان رمضان بيحب خير كتير والعزومات واللمه والخير اللي احنا بنشوفه في رمضان. ربنا يا رب يرزقنا جميعا واياكم، اللهم امين يا رب العالمين، بالخير والوسع يا رب والفرح في حياتنا. سادس حاجة هنتكلم عليها هي الدعاء. طول ما انت قاعدة تدعي. احنا في شهر رجب وفيه دعاء مستجاب. ادعي باللي انت عايزاه. شوف انت عايزاه، اقعدي ادعي ولحي على الله في الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان اللي حر في الدعاء، بيحب يسمع دعائنا. الله سبحانه وتعالى بيحب يسمع دعائنا. تامن حاجة ان احنا هندعي باسم من اسماء الله الحسنى. كل يوم هندعي باسم واحد من اسماء الله الحسنى. نقول النهارده نويت ان انا ادعو باسم الله الودود ابو الغني، ان ربنا يغنيني، ان ربنا يديني الصحه، ان ربنا يرزقني. ايا كان الطلب بتاعكم تدعوا، تعملوا له ورد كده 100 200 300 الف. في ناس بتدعي باسماء الله الحسنى بالوفات من الاعداد، وده في خير كتير ليكم. تاسع حاجه هنعملها ان شاء الله ان احنا نطلع صدقه. طلعوا صدقه تلاقوا ربنا بارك في كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. احنا كده بنعمل هاله وحمايه لكل الحاجات دي، وربنا بيزيدنا. ما نقص مال من صدقه والحسنه ب10 امثالها الى 700 ضعف. ان شاء الله تتبرعي ولو بجنيه، 5 جنيه، وانت ماشيه كده رايحه السوبر ماركت هتشتري حاجات ب 500 جنيه ب 1000 جنيه، شيلي منهم اللي ربنا يديكي، اللي ربنا يقدرك عليه 5 10، وتبرعي بيها لكل حد محتاج، يكون محتاج قوي، عشان تبقى الصدقه سبحان الله رايحه المكان الصحيح. وربنا بيحب العبد اللي بيتصدق. تمام. وربنا بيبعت له خير كتير. واللي انت هتدفعيه النهارده جنيه هيجيلك 100 و1000 بكره، والله العظيم.